اخر مره فطرت عند العيوطي من سنه او سنه وشويه دفعت 200 جنيه في فطار لفردين. يا ترى المره دي هندفع كام؟ العيوطي اشهر مطاعم بورسعيد، ما شاء الله المكان كان زحمه، وانا بطلب الراجل اللي بياخد الطلبات قال لي في وجبات بتبقى افضل، عباره عن فول وطعميه وبيض بالبسطرمه وسلطات وعيش ب 90 جنيه. قلت له ماشي، وطلبت نزود واحد بطاطس مقليه وزودت واحد بتنجان، فقال لي ممكن ازود لك احسن سلطه يبقوا 3 انواع، وانزل لك بابا غنوج وبتنجان ومسقعه. قلت له ماشي، وطلبت كمان 2 شاي، واحد ساده واحد بلبن. الاكل ما خدش وقت ووصل بسرعه، ودي كانت البطاطس. انا اتفاجئت بصراحه من الشكل، فبساله هو ده طلب البطاطس اللي انتوا بتنزلوه؟ دي ثمنها كام؟ بيقول 16 جنيه تقريبا. قال لي معلش طب انا هقول لهم يزودوها، واخد الطبق ورجع زود واحدتين وحط عليهم شويه بهارات، ما زالت كميه قليله. السلطات اللي زودها لقيتهم جايبين لي في الاخر ال6 انواع سلطات، عباره عن 2 بتنجان واتنين سلطه خضراء وواحد طحينه، وبيقول لي البابا غنوج بتاخد وقت بس عشان تجهز فوق. وفي الاخر ما جابش حاجه، بعدها جاب لي 2 عسل وطحينه كده كنوع من الاعتذار. المهم الاكل كان حلو كله باستثناء الدقه اللي حطيتها على البتنجان، ما كانتش حلوه خالص، كانت مبوظه طعمه. غير كده كله تمام. العيش قليل شويه، الوجبه دي بينزل معاها 4 رغيفه بس، ونزل لنا 4 تانيين ما حسبنا عليهم. المفروض على الاقل الوجبه دي ينزل معاها 6 رغيفه. كميه الاطباق تزيد شويه على نفس السعر ده، بس على الاقل دفعنا فلوس اقل من اخر مره اللي كانت اكتر من سنه، واعتقد وقتها الكميات برضو كانت اكبر شويه من دلوقتي. ده اجمالي الفاتوره، ودي تجربه العيوطي. قولوا لنا رايكم ايه. سلام.